بيجي لنا كتير اسئله: ازاي اطور مهاره المحادثه؟ ازاي احسن نفسي في الانجليش؟ ازاي اتقبل في انترفيو؟ والاجابه بتكون انك لازم تبدا تشتغل على الليسننج سكيلز. بس ازاي اشتغل على الليسننج سكيلز؟ هو ده اللي احنا هنوضحه. خطتنا في الليسننج هتمشي كالتالي: هي انك تبدا اول حاجه بالليسننج تو سنتنسز، تسمع لجمل بسيطه وعليها شرح، يكون حد بيشرح لك الجمل دي وبيفهمك علشان يساعدك ويجاوبك على كل الأسئلة اللي بتخطر في بالك. بس خلي بالك تسمع جمل بسيطة وعليها كمان شرح. الخطوة التانية إنك تبدأ تتدرج وتطلع إنك تسمع للشورت دايلوجز، إنك تسمع محادثات قصيرة وبرضه عليها شرح. بننتقل من مستوى الجملة لمستوى المحادثة السهلة القصيرة المباشرة، وساعتها تبقى قادر انك تتكلم عن نفسك وتعبر عن افكارك بمنتهى الاريحيه. الخطوه الثالثه بعد كده انك تبدا تتكلم عن المحادثات الطويله، يعني تسمع محادثات اطول شويه ويقل فيها الشرح، لانك بقيت مؤهل لو بدات صح من اول الجمله لمحادثه قصيره لمحادثه اطول شويه. الخطوه اللي بعدها اللي ممكن نقول عليها الباسيف ليسننج، الشرح هيفضل يقل لحد ما توصل لمرحله بتسمع بس من غير اي شرح ومفيش كمان اي عربي. واخيرا لابد يفضل عندك وعي بالساوند. يعني ايه الاصوات؟ هنتكلم عن الفوناتكس والاكسنت واهميتها وازاي تتعلمها.